السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات فاطمه زهره. في هذه الحلقه هذه غادي نوجدوا خبيزات زوينين بزاف رطبين وبعجينه اللي زوينه وسهله، ما تحتاجش الدليك وما تحتاجش حتى العجانه. فنخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجوا باش غادي نعجنوا كيلو ما بين الفرص والقمح، يعني نص كيلو نص كيلو. وغادي نحتاجوا معلقه صغيره ديال الملح ومعلقه ديال السنيده، وغادي نحتاجوا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الدار. وباش غادي نعجنوا الماء دافي. نبداو على بركه الله. ندير واحد الحفيره للوسط وغادي نديروا الخميره ما طايب، ماشي طايب وانما دافي. وغادي نديرو هنا سنيده الخميره ها هي دابت. غادي نزيد المليحه وغادي نجمع الدقيق ديالنا. هذه العجينه ديال المعاكيز هذه حنا غادي غير نجمعوها، ما غاديش ندلكوها. كيفاش كتجي العجينه جاريه، ماشي بحال الشفنج وانما قريبه عليه شويه، ثقيله على ديال الشفنج. صافي هكا غادي تكون تخلطات. غادي نكرد يدي، نخليوها دابا هكا ديال العجينه ديالنا، نخليوها حتى تخمر وتضاعف الحجم ديالها ومن بعد نرجعو. المهم على حسب الجو دابا، مع شويه الحال بارد. الا بغينا دغيا يطلع نكونوا بحال هكا مثلا كنطيبو اولا مشعلين الفران اولا هذه نحطوها في شي بلاصه المهم تكون دافيه قريبه السخونيه العافيه اللي كنا مشعلين البوطه اولا الفران اولا هذا باش طلع لنا دغيا. المهم الوقت على حسب الجو واش سخون ولا شويه بارد. العجين ديالنا من بعد ما ضاعف الحجم ديالها كيف ما كتشوفوا، شوفوا من هنايا الفقاعات. دابا غادي نطلقوها بحال هكا، نحيدو داك الغاز اللي فيها ونشكلوها كيف ما بغيناها خبيزات صغار ولا كميرات هكا صغيورين. المهم اللي بغيتو بحال هكا. صافي دابا نقدروا نشكلوها كيف ما بغينا. غناخدو واحد شويه ديال العجينه قياس اللي بغينا. غادي نديرو هنايا سميده رقيقه ولا بالقمح ولا بالبوله اللي بغيتي. وغادي نجمعها هكا.
ناخذ اللاطه اللي غتدخل الفران حتى هي نديرو فيها شويه ديال في البلاصه فين غادي نحطوها شويه ديال السميده، وغادي نحطها هنايا ترتاح بما ارتاحت باش نعاود ندلكها شويه. في التالي غادي ندير البلبوله، ندير العجينه غادي نجمعها هكا، هذه غادي نديرها كميره اللي خاصها شي شويه تطلق عاد نرجعوا ليها، ولكن باش ما نطولوش الفيديو هي من الاحسن تكملي العجينه ديالك كامله. عاد اللي غديريها كميره ديريها كميره، واللي غادي ديريها خبيزه ديريها خبيزه مدوره. صافي هذه هي الكميره ديالنا. نجيبوا اللاطه اللي غتدخل الفران، غادي نرش هنايا في بلاصه الكميره شويه البلبوله، وغادي نحطها هكا. ها الخبيزه اللي درنا وها الكميره اللي درنا. من بعد حنايا راه كنعاودو نرقوها شويه بس مازال غادا تنفخ. بهاد القياس هذا تبقى بحال هكا. غادي على هذا الشكل حتى تسالي العجينه ديالنا. من بعد ناخذ الززوار ونضربوها المهم انا تعمدت نحلها مزيان. هذه غادي ندير لها هكا وغادي نخليهم مازال يخمروا ونتلاقاو من بعد. ملي كيخمر هكا الخبز كيف ما كتشوفوا غادي نديرو البافو. هذا غير اختيار التزيين وصافي. ندير البافو في هاد الفريقات هادو اللي تحلوا هما ملي كيكون الخبز كيطيب صافي كيلصقوا، مكندهنوه حتى شي حاجه. وكندخلوهم الفران يكون سخون وها الخبيزات ديالنا يكونوا وجدوا. الشكل النهائي ديال الخبيزات ديالنا بصحه وراحه كيف كيجي رطب وزوين، وكيف ما شفتوا بلا دليك بلا حتى شي حاجه، والمنظر ديالو حتى هو زوين. وكنتمنى هاد الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم. جربوه وردوا عليا شي نحلوا شي وحيده.
كيجي زوين من الداخل والطب. هكا نكونوا سالينا الحلقه ديال اليوم. ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو وتبارطاجيو، واللي باقي ما تشاركش معنا في القناه يتشارك باش نزيدو شويه لقدام، ونتلاقاو في الحلقه المجايه ان شاء الله. سلامه.